كانت هي مخططات هذا النقاش هو التقارب تركي مع نظام الأسد وانعكاساته أو أثره على القضية السورية وعلى لاجئين تركيا. طبعا قبل ما نبدأ في هذا الحديث بهذه المناقشات الموقف التاريخي التصرف نناقش هذا الوضع ونشوف شو ممكن نحن نستفيد منكم من هذه التوصيات للمدير السوري الديمقراطي ولا القوة ولا الأحزاب الداخلية. تعلق التقارب بين الحكومة التركية مع النظام السوري وخاصة الأحزاب في دورها الأساسي ممكن يكون معرفة أو محاولة تقارب وجهات النظر لحتى يكون في عندنا وجهة نظر متوافقة وبعد حوار ونقاش فيما يجري خاصة حول المسألة السورية والقضية السورية. نعرف كلنا أن تركيا هي إحدى الدول الأساسية الفاعلة من الدول الإقليمية طبعا في الملف السوري من فصائل جهادية إسلامية بشكل أساسي. بالتالي كانت هي عبارة عن امتداد للحلم العثماني بتطبيق ميثاق الملة يلي هو بيعتبر حاله انه على مر سنوات الازمه احنا شفنا كان تقارب ثلاثي بين ايران تركيا روسيا، بين ايران تركيا سوريا. حاليا بالفتره الاخيره كان تجاهل الدور الايراني بشكل عام. طبعا طلع على ألسنة الإعلام يقولوا إنه حاليا إيران انتهت الأمور الخاصة الداخلية بمحاربتها للشعب الموجود غير الشعب الكردي أو الشعب العربي أو الشعب الإيراني. حاول جديد واشنطن بالتعامل مع النظام، يعني أنا ما بعرف بتمنى يحط لي إذا كان في حدا عنده معلومات بتقول إنه واشنطن مثلا عم تتعامل مع النظام. أنا أعتقد أن واشنطن لليوم هي عندها قرار في عدم التعامل مع هذا النظام إن لم يقم بخطوات باتجاه الشعب السوري وقواه. صحيح. التركي السوري كان وفق قرارات دولية، قرارات مجلس الأمن خاصة قرار 2254 فهذا التقارب سوف يؤدي إلى انسحاب تركيا من الأراضي السورية المحتلة. يوافق تركيا على سياسة التوسعية وبالتالي لم تنال الضوء الأخضر من أجل الاجتياح البري. حاولت من خلال أيضا الهجوم الجوي لكن أيضا لم تنجح في على الأقل السيطرة على مناطق أخرى. لذلك سعت بالتوافق مع روسيا وخاصة وأن روسيا وتركيا وإيران هما الراعيين الأساسيين لمسار أستانا. قيادة التحالف راعي الطرفين. لماذا لا تبذل جهود وأمريكا هي الفاعل؟ موضوع مصالح إيران مصالح فرس ونسعى من أجله، وهذا أيضا نحن عم نترجمه بعلاقاتنا الخارجية سواء بأوروبا أو في أمريكا. إلا بوجود الإدارة الذاتية للشباب قناعات وليس مجال لمحاضرة، إنما نواة وحدة سوريا لن تكون ولن تعبر بدون وجود الإدارة الذاتية الباقية على